بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم وطابت أوقاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير. آمل أن تكونوا قد التهمتم أكبر قدر ممكن من الكنافة والقطايف والحلويات وانبسطتم بهذا العيد، ورغم المآسي المحيطة بنا وبمنطقتنا. والله أنا ما أكلت، يعني لأسباب ما فيش داعي أحكي لكم إياها، يعني خليها بعدين. على أي حال، كنت أنوي في هذا الأسبوع أنا أتحدث عن قضايا أخرى، مثلا اللي هو معنى تسليم جزيرتي صنافير وتيران إلى المملكة العربية السعودية، وما يجري حاليا من حديث عن تطبيع سعودي إسرائيلي متزايد في هذا الإطار، باعتبار أن السعودية أصبحت الآن جارة لفلسطين المحتلة، والممر تيران سيصبح ممرا دوليا تمر به السفن الإسرائيلية، ولا علاقة لمصر مباشرة في هذا الممر بعد أن تنازلت عن السيادة عنه. أيضا كنت يعني أنوي الحديث عن ما يجري في الموصل وفي الرقة، وحروب للقضاء على الدولة الإسلامية وخسارة الدولة لمعظم عاصمتها في العراق أي الموصل. لكن الحديث الأزمة القطرية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر ما زالت هي الأكثر سخونة، وربما تزداد سخونة مع اقتراب المهلة النهائية التي أعطيت لقطر، وقدرها 10 أيام حتى تقرر إما قبول أو رفض الشروط 13 التي تبدأ بإغلاق الجزيرة، ثم القاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع الإخوان المسلمين وغيرها. على أي حال، هذه يعني أنا أشعر بأن التحالف الرباعي الذي يقف في مواجهة قطر يستعجل هذه المهلة، يستعجل انتهاء هذه المهلة. يعني أنا في تقديري المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر لديهم خريطة طريق لمرحلة ما بعد انتهاء هذه المهلة، وهناك إجراءات قد يتم اتخاذها فورا بعد يوم الأحد أو بعد انتهاء يعني ليل الأحد على وجه التحديد. يعني أنا أعتقد أن هناك 4 خطوات رئيسية يجري التركيز عليها. الأمر الأول هو إخراج قطر أو تجميد عضويتها من مجلس التعاون الخليجي. طيب، يعني ما هو موقف كل من دولة الكويت مثلا وسلطنة عمان؟ يعني هل سيتم اتخاذ هذا القرار بدون موافقتهما مثلا؟ طيب، وهل سيبقى هناك مجلس تعاون خليجي مثل ما كنا نعرفه في حالة الإقدام على هذه الخطوة؟ الخطوة الثانية تصعيد الحصار الاقتصادي، يعني بمعنى أنه تضييق الخناق على قطر اقتصاديا. والخطوة الثالثة هي تجميد الأرصدة والاستثمارات القطرية في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر أيضا، وربما في دول أخرى، وهذه الاستثمارات بعشرات الملايين من عشرات المليارات من الدولارات. يعني في شيء يعني يعد، في شيء يحضر في هذا الإطار. يعني شفنا أيضا أن المملكة العربية السعودية فجأة يقرر عزل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، والتولي الأمير محمد بن سلمان هذه المهمة أو هذا المنصب مكانه. النقطة الأخرى، بدأنا نسمع أحاديث يعني خطيرة جدا عن تحرير دولة قطر. تحرير دولة قطر من مين؟ هذا يعني مؤشرات لوجود خطة عسكرية. يعني هذا الإعلام السعودي يتحدث الآن عن تحرير دولة قطر. تحرير دولة قطر من مين مثلا؟ من قاعدة العديد الأمريكية مثلا؟ يعني من احتلال إيراني احنا مش شايفينه مثلا؟ من غزو أمريكي أو غزو فرنسي؟ يعني هذه مسألة مهمة جدا، تحرير دولة قطر. ماذا يعني تحرير؟ تحرير يعني سمعنا عن تحرير سوريا يعني إسقاط النظام، تحرير ليبيا يعني إسقاط النظام وتمويل جماعات مسلحة. نفس الشيء في اليمن، تحرير اليمن إرسال قوات عسكرية إلى اليمن وتحريرهم من الحوثيين ومن علي عبد الله صالح. هل نحن أمام تمويل لجماعات داخل قطر على غرار سوريا مثلا لقلب النظام وتغيير النظام؟ هذه مسألة مهمة. ما يجعلني أيضا يعني أميل أو أضع يدي على قلبي خوفا من انفجار حرب، أنه سمعنا كاتب سعودي كبير
يقول بأن على أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووالده أن يتوقعا مصيرا مماثلا لمصير رابعة العدوية. طب ماذا حدث في رابعة العدوية؟ حدث اقتحام بالدبابات والعربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر لهذا الميدان وارتكاب مجزرة فيه وسالة الدماء. فهل نرى نفس المجزرة مثلا في الديوان الأميري القطري مثلا، أو في الدوحة مثلا، أو في أحد ميادينها الرئيسية؟ لا أعرف، بس أنه يعني استخدام هذه العبارات مرعب بكل معنى الكلمة حقيقة. يعني شيء غير عادي. أيضا عندما نرى هذه القوات التركية بمعداتها تتدفق على الدوحة، وفي وقت الذي يطير فيه وزير الدفاع القطري إلى أنقرة ويلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه، ويتم الحديث عن تضامن وعن يعني انتقاد شرس جدا من قبل الحكومة والسلطات التركية لما يجري من حصار لدولة قطر. هل ستقف تركيا إلى جانب الدوحة؟ هل هناك تخطيط تركي إيراني مثلا روسي للتدخل في هذه الأزمة، خاصة أن الموقف الأمريكي مائع جدا، يعني لا يدل على هناك إشارات متناقضة، مرة مع قطر ومرة مع الدول الخصم لها. يعني لا نعرف بالضبط يعني ماذا يجري. يعني هذه مسألة خطيرة جدا. يا إخوان، أنا في تقديري أن هذه الحرب حقيقة، هذه الحرب جذورها قبلية. والله عدنا أكثر من 2000 عام إلى الوراء إلى صراع القبائل. والله لا يوجد أي طريقة لإيجاد حل سياسي سلمي لهذه الأزمة. ممنوع التفاوض، الثقة معدومة بالكامل، وكل طرف يملك الحجج التي تؤيد وجهة نظره. عندما أقول صراع قبلي، أنا في تقديري المسألة بدأت، الصراع بدأ، هذا السيناريو بدأ عندما قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة إلى بلدة أشيقر القريبة من الرياض ومسقط رأس آل ثاني، وهي أيضا من قواعد قبيلة تميم الرئيسية في الجزيرة العربية. هناك التقى بشيوخ بلدة تميم أو بشيوخ عشيرة وقبيلة تميم وجرى تكريمه. ونحن نعرف أن أمير قطر يؤمن بقاعدة مختلفة كليا، يؤمن بتصور وطموح كبير جدا لديه. هو يعتقد أن قطر دولة صغيرة أصغر من طموحاته، فلذلك ذهب إلى العشيرة، إلى القبيلة، إلى آل تميم. وآل تميم يعد أو عددهم بالملايين. يعني إذا كانت قطر 300 ألف مواطن، قبيلة آل تميم عدة ملايين، 4 أو 5 ملايين مواطن ينتشرون في الجزيرة العربية، في بادية الشام، في فلسطين، في اليمن، في العراق، في سوريا، في كل المنطقة. فهذه الزيارة أثارت حساسية وغضب آل سعود. آل سعود من بني حنيفة، وهناك صراع تاريخي بين بني تميم وآل حنيفة، وأيضا اللي هو قبيلة عنزة التي تعتبر بني حنيفة من أقرب الأقارب لهم. فهذا أثار حساسية، ربما أنه هذا يشكل تشكيكا في شرعية آل سعود وحكمهم للجزيرة العربية وللمملكة العربية السعودية. لماذا جاء يفعل حمد بن خليفة إلى عاصمة بني تميم؟ هذه هي القصة. بدأت بعد ذلك أنه آل الشيخ أصدروا بيانا وقالوا فيه نتبرأ فيه من اللي هو انتماء الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق إلى آل تميم أو إلى قبيلة الشيخ محمد عبد الوهاب، وطالبوا برفع اسم الإمام محمد بن عبد الوهاب من المسجد الذي بناه الشيخ حمد في قلب الدوحة، ووضع اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه. فهذه هي القصة. ومن وقع هذا البيان يعني 200 شخصية من آل الشيخ، على رأسهم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ اللي هو مفتي المملكة العربية السعودية، وعبد اللطيف آل الشيخ اللي هو وزير العدل في المملكة، بالإضافة إلى العديد. هذه هي القصة. يعني نحن الآن أمام صراع البسوس أو حرب البسوس وحرب داحس والغبراء بين القبائل. هذه هي الخطورة. بس الفرق إنه زمان كانوا بيستعملوا البعارين، كانوا بيستعملوا الخيول، الآن لا، بيركبوا طائرات F-15 و F-16، وبدل الرماح صار عندهم صواريخ توماهوك وصواريخ باتريوت وما شابه ذلك. يعني حرب، يعني مفهوم حرب من 2000 عام يتكرر الآن بوسائل حديثة ووسائل متطورة.
هذه هي القصة. يعني الجانب القبلي، الجانب القبلي يلعب دورا رئيسيا. طبعا هناك أسباب أخرى. أنا في تقديري أنا في تقديري أن دول الخليج مقدمة على مرحلة صعبة جدا. هل ممكن تفجير حربين في نفس الوقت؟ حرب اليمن المستمرة منذ 2.5 العام، وقصف مستمر لهذا الشعب الطيب، هذا الشعب الكريم، وقصف الصواريخ وطائرات يعني من كل الأنواع تلقي بحمامها على هذا الشعب الذي يعاني من الجوع والفقر والحاجة، و17 مليون جائع. يعني هل هذا هو الحل؟ وفتح حرب أخرى ربما تتدخل فيها إيران، ربما أيضا تتدخل فيها تركيا، ربما تنضم روسيا إلى هذا التحالف الجديد تحت عنوان حماية دولة قطر لاستعمار الخليج، لوضع قوى خارجية في الخليج. يعني دول الخليج في تقديري الآن تواجه خطر كبير، تواجه ربيع عربي آخر. هذا التغيير اللي صار في السعودية لم يكن مقبولا من الأسرة الحاكمة. أيضا هناك خلافات في الأكثر من دولة خليجية وفي أسرة خليجية. يعني الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي بدأ في سوريا، في مصر، في ليبيا، في تونس، بدأ من القاع وذهب إلى القمة وذهب إلى رأس النظام تغييره. أنا في تقديري أن الربيع العربي الخليجي ربما يكون معاكسا، يبدأ من القمة، من الأسر الحاكمة التي تشهد خلافات كبيرة، وينزل إلى القاع. الأمير محمد بن نايف، وحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية وأمريكية، موضوع تحت الإقامة الجبرية وممنوع أن يغادر قصره، وهناك تقارير تقول بأن الأسرة السعودية منقسمة. هل نشهد هذا الصراع على مستوى القمة؟ هل نشهد المزيد من الخلافات بين دول الخليج؟ هذا ما نحاول أن نعرفه ونتحسسه في الحلقات القادمة. الصيف الخليجي صيف ملتهب جدا. أقول لكم وداعا وأشكركم على استماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.